حسن أحمد علي محمود. قبل ما انطق بالحكم في القضية ديت عايز أقول لحضراتكم إن القضية ديت غريبة الشكل، والحقيقة المحكمة استوقفت يعني وقفت كثيرا أمام هذه القضية لتلخيصها وحصر حضرتك وقائعها. وهذه الواقعة عبارة عن أنه المجني عليه في القضية ديت لم يرتكب من إثم جنائي، هو ما عملش حاجة غير أنه عمل توكيل للمحامي بتاعه. المحامي بتاعه مين؟ هو المتهم الأولاني اللي هو اسمه وليد اللي مش موجود. أما المتهم الثاني والثالث فده المحامي اللي شغال معاه في مكتبه، ودوت ده المتهم الثاني. أما بالنسبة للمتهم الثالث فده كان يربطه علاقة وكالة بالمتهم الأول أيضا. فالمتهم الأول مع المتهم الثاني والثالث اصطنعوا إيصالات أمانة مزورة ثبت تزويرها، وثبت ان اللي كاتب البيانات بتاعت الايصالات دي هو المتهم الاول المحامي. المحامي ده المفروض اللي هو السند والظهر، المحامي ده المفروض ان هو اللي انت بتأتمنه. فشوف بقى لما حضرتك المحامي دوت يجيب ايصالات امانه، 5 ايصالات امانه، ويملاها بايديه، ويجيب مجهول علشان يخليه يمضي علشان يبعد الشبهه عنه وعن بقيه المتهمين، ويقوم بالايعاز للمتهم الثالث والثاني بان هم المتهم الثالث دوت ان الايصالات الامانه دي تبقى بان هو المستلم، يعني ان هو استلم المتهم المجني عليه عنده من المتهم الثالث ده في ال5 ايصالات، انه هو الطرف المستفيد استلمت انا فلان اللي هو المجني عليه عنده من المتهم الثالث اللي اسمه حسن مبلغ ايه؟ مبالغ اللهم صل على النبي، كل ايصال ب 300,000 و400,000 وهو راجل على باب الله. فاصطنعوا الايصالات دي. يقوم يعملوا ايه بقى؟ شوف التدبير المحكم. يقوموا حضرتك باصطناع الايصالات الامانه دي ويرفعوا بها دعاوى جنح نيابه. يعني حضرتك جنحه نيابه بمعنى انه يروح محضر يروح اسم الشرطه ويعملوا محاضر كل ايصال امانه مزور اللي تقرير الطب الشرعي ثبت بان هو مزور، وان المجني عليه عندي اللي اترفعت عليه ال5 قضايا لم حضرتك يكون له صله من قريب او من بعيد بالايصالات دي، لا هو اللي مضى الايصالات ولا هو اللي ملى البيانات ولا له دعوه بيها ولا يعرف اصلا اللي هو الطرف اللي في النص اللي في ايصال الامانه باقرار المتهم الثالث نفسه اللي هو الطرف المستفيد من ايصال الامانه. وبالتالي حصل حضرتك انهم رفعوا 5 جنح نيابه، وبعدين مش اكتفوا كده وبس، المتهم الاولاني يتفق مع المتهم الثاني ان هو كان يستغل الوكاله بتاعته عن المجني عليه اللي ما يعرفش حاجه، يقف قدام المتهم اللي هو الثاني اللي المحامي اللي هو المفروض حضرتك ان دول اهل امانه، يقفوا الاثنين قدام بعض قدام الايه كل قاضي في المحكمه علشان يطلب اجل للسداد، والثاني يطلب القضاء بالعقوبه اللي هو لانه الحكايه كلها انه المتهم الثاني يبقى هو الوكيل عن المتهم الثالث، والمتهم الاولاني هو الوكيل عن المجني عليه عنه. فالاثنين يتفقوا مع بعض ان هم يقفوا قدام القضاه علشان يستصدروا احكام. طبعا حضرتك الاحكام 3 سنين طبعا، يعني كل حكم مثلا ده 3 سنين، ده 4 سنين، ده المهم يعني مجموع الاحكام 14 سنه. فالمجني عليه اللي عندي دوت اللي ما يعرفش حاجه فوق يعملوا ايه بقى؟ مش يكتفوا بكده، لا يعملوا معارضه ويثبتوا حضرتك بانه وكيل على خلاف الحقيقه، بان ده وكيل عن ده وكيل عن ده، فيعمل معارضه ويعمل استئناف ويعمل معارضه استئنافيه. ليه؟ علشان يغلق على المجني عليه كافه حضرتك طرق الطعن، يبقى قدامه حضرتك 5 جنح باحكام نهائيه. وده اللي حصل فعلا فوق المجني عليه، بان عليه ما هو مجموعه 14 سنه نهائيه، فخدوه من الدار للنار علشان حضرتك ان هو ينفذوا عليه الاحكام. فطبعا شقيق المجني عليه وذويه بداوا يدوروا ايه الحكايه ايه الموضوع، يوم يروحوا للمتهم الثالث اللي هو الطرف اللي في النص يقول لهم يا جماعه عايزين نحل الموضوع. يقوم المتهم الثالث يقول ايه؟ يقول حل الموضوع ده مع المتهم الاولاني اللي هو وليد، مع ان المفروض الطبيعي ان يقول والله عايزين تخلصوا روحوا مع المحامي بتاعي، مش هو ده اللي حضر، مش هو دوت اللي جاب لي الاحكام النهائيه، مش هو ده اللي كان بيمثلني قانونا في ال5 جنح. لا، الحكايه كلها بتدبير من مين؟ بتدبير حضرتك من المتهم الاولاني. فقال لك عايزين حلوا مع الاستاذ وليد. يوم وليد دوت حضرتك يطلب 160,000 جنيه، يهديك يرضيك ابدا، 160,000 جنيه، ودفعوهم فعلا حضرتك علشان يدي امر للمتهم الثالث مع المحامي بتاعه ان هم يروحوا قدام النيابه ويعملوا تصالح وتنازل، وبناء عليه خرج المجني عليه اللي كان بيكلم نفسه
وعمل شكاوى في التفتيش القضائي وعمل شكاوى في مجلس القضاء وعند النائب العام وزير العدل. يا اخوانا انا اتحبست ايه مانيش عارف، دفعت ال 160,000 جنيه فيها مانيش عارف. فنموذج للخسه والنداله، علشان حضرتك المحامي يستغل توكيل من موكله ويعمل حضرتك القصه دي كلها، وكل واحد زي ما حضراتكم كنتوا شايفين بيدفع الاتهام عن نفسه، واحد يقول لك انا ما اعرفش، والثاني يقول لك اصل هو اللي جاب لي الايصالات. وشواهد طبعا الاشتراك بالاتفاق والمساعده المحكمه سوف توردها تفصيلا في الحكم طبعا. وطبعا المتهم الثاني نكر صله، يقول لك انا ما اعرفش المتهم الاولاني وانتهت صلتي به من 2016، في حين ان التوكيل اللي ثابت عندي في الاوراق انه معمول في 2017 قبل رفع الجنح، لان تاريخ رفع الجنح كلها في اواخر 2017 و2018. وانه حضرتك المتهم الثاني اقر ان الثالث ما عملوش التوكيل ده الا علشان الجنح دي، الجنح اللي هو ما يعرفش عنها حاجه. وبعدين المتهم الثالث عندي اللي هو حضرتك المفروض مرفوع باسمه الايصالات، قال لك انا لا راح في مجني عليه ولا دينته ولا ما بيني وما بينه اي حاجه. وبناء عليه ولما رأت المحكمه انه هذا الاثم الجنائي اللي اشترك فيه محامين المفروض يكونوا امناء على مصالح الناس، وكان مجموع الاحكام اللي جابوها للمجني عليه 14 سنه، حكمت المحكمه حضوريا بالنسبه للمتهم الثاني والثالث وغيابيا بالنسبه للمتهم الاول، بمعاقبه كل من المتهم الاول وليد احمد خليفه عطيه اللي هو المحامي، والمتهم الثاني علي محمود احمد علي اللي هو المحامي واللي كان بيشتغل مع المتهم الاولاني، والمتهم الثالث حسن احمد علي محمود اللي هو حضرتك كان وكيل مع وكيل المتهم اللي هو كان موكل المتهم الاول وكان تربطه به صله وكاله، والمجني عليه اصلا بيقول لك ده كان شغال معاه فراش الاول، والله اعلم بصحه هذا الكلام، انما القدر متيقن ان في علاقه وكاله ما بين الثالث والاولاني، وبواسطه وهو اللي وجه ان هو يعمل توكيل للمتهم الثاني. فحكمت المحكمه حضوريا بمعاقبه المتهمين الماثلين وغيابيا بالنسبه للمحامي اس الفساد اللي هو المتهم الاولاني دوت بالسجن المشدد لمده 14 عاما، وهو ذات الاعوام اللي هو جابها للمجني عليه. مش انت اتشطرت وجبت له 14 سنه احكام نهائيه، فداويها بالتي كانت هي الداء. وحكمت المحكمه بالسجن المشدد لمده 14 عاما لكل منهم عن كافه التهم المسنده اليهم للارتباط، والزمتهم بالمصروفات الجنائيه وبمصادره المحررات المزوره المضبوطه، وبان يؤدوا للمدعي بالحق المدني مبلغ 50,000 جنيه وواحد على سبيل التعويض المؤقت، والزمتهم بمصروفاتها، ومبلغ 200 جنيه مقابل اتعاب المحاماه، وامرت وفقا للمادة 106 من قانون المحاماة بإرسال صورة من هذا الحكم إلى كل من نقابتي المحامين العامة بالقاهرة والفرعية بأسيوط لاتخاذ شؤونها قبل المحكوم عليهما الأول والثاني رفعة جلسة.